زي كلمه تفاحه. وخلي بالك مش شرط يقولها صح، يعني ممكن يقولك تاحه. المهم بقى ان هو لما يقول كده ما اقولوش لا، ايه اللي انت قلته ده، اتكلم عادل واتريق عليه، وفي نفس الوقت اشجعه ان هو قال. وفي نفس الوقت غلطه تانية الناس بتعملها انها ممكن تتريق وتقعدي تكرري الكلمه تاني، او بابا يكرر الكلمه، او نهزر ان نقول تاحه، عايز تاحه اجيب لك تاحه، لان انا كده بغذي الذاكره السمعيه بتاعته، التغذيه السمعيه بتاعته بخزنها بكلام غلط. فمهم قوي لو قال الكلمه غلط، هو قال تاحه، حاضر يا حبيبي افهمه ان انا شاطر، عايز تفاحه، وابين له قوي الحرف اللي وقع منه. قال لك مثلا عايز دادي على زبادي، مثلا بيقول عليه بادي، يقول له عايز زبادي، وتعلي الصوت قوي 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 اللي بيقع منه، وتوضحي قوي مخرج الصوت، وتفخمي قوي عشان يعرف